عباس، الحين انا اسالك سؤال ثاني. اوكي. انت في حياتك وش تطمح اليه؟ وش تبى تكون في المستقبل يعني؟ أبا اشوف شو واحد حمد يسقط ويصير مثلا هذا المشيمع القائد واحنا نروح ليه ونساعده ونكون تحته. هذا الشيء غصب علينا، واللي ما يبي يسوي هالشيء اكو عندك كل الدول. البحرين هني صاروا المشيمع القائد كلمته واحده ما تتغير. شلون يعني يصير القائد؟ يعني يقول انا بسالك سؤال بالعقلانيه عباس، بالعقل. كيف الحين دوله عندها طيارات وعندها اسلحه وعندها جيش، يجي القائد يصير المشيمع، كيف يصير؟ مو عليك انت لين سقطنا حمد. كيف تسقطه؟ انسخطه. شوف ما نسخطه. تسقطه بمخلوقه؟ لان الله يانا نسخطه وغصب علينا ما يرضى. الله موجود ونعرف ان الله موجود وهذا الله كلام. يانا والحسين الحسين ويانا شيعة علي احنا. زين بالسقط حمد. شيعة علي السقطه سقط ابوه لجوابه. انا اسالك سؤال، لا تقول لي السقطه بويش؟ انسخطه الله يانا علي يانا. بويش؟ ما عليك انت. عندنا نشاطات، عندنا حجاره، عندنا كل شيء. ما انا توفات، ما انت مسيل دموع ما توقف ليه؟ ما يكفي باقي؟ في شيء ضده. كمام. زين بكم بهد عليك مسيل دموع بتقع في الكمام؟ كم يعني؟ مو زين نقدر نتنفس خبزين. ما عليه نتنفس فيه، بس انا اسالك سؤال، كيف مشيمع يصير ملك البلاد؟ كيف بالعقل؟ في جيش، في قوه. يعني انت مو راضي بهالكلام، لان مو راضي بهالكلام الحين تروح تذكره تروح لندن، الامارات، عندك كل الدول. انت تعال تتحكي عن البحرين، انت مو بحرين انت بالاساس. اي لا مو انت بلدك فوينه في ايران. زين ولا تنفع